ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده خلية نحل بالجبن، بس وصفة لذيذة جدا وسهلة قوي وكمان سريعة على فكرة، ما بتاخدش وقت. بصوا، خطيرة خطيرة يعني، والعجينة هشة جدا والجبنة كده جميلة. هقول لكم مقاديرها وعملتها ازاي، بس اول حاجة اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. بصوا الجمال. يلا بينا ندخل على الوصفة على طول. الكمية اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي عملتها بكوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وطبعا حطينا رشة ملح، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من لبن البودرة، ممكن نستغنوا عنه مفيش مشكلة، وبيضة. البيضة مهمة قوي، بتخلي العجينة يعني تحفة تحفة تحفة. فاللبن البودرة ممكن نستغنى عنه، لكن البيضة انصحك بانك تحطيها. عجنت بقى كده كل المكونات اللي انا حطيتها دي مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ومعايا نص كوباية لبن دافي. نص كوباية بدأت انزل بيها واحدة واحدة كده. انتوا كمان لما تيجوا تضيفوا السوائل ضيفوها واحدة واحدة، عشان ممكن دقيق بيشرب سوائل اكتر من دقيق تاني. انا كده حطيتهم شوية بشوية لحد ما لقيت العجينة معايا لمت بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. طبعا مش شرط عجان، ممكن عادي على ايدك، مفيش اي مشكلة. في المرحلة دي بقى حطيت قطعة كده زبدة لينة. الزبدة من الحاجات اللي بتخلي المخبوزات هشة وخفيفة جدا جدا، من احلى الحاجات اللي بتتحط في اي مخبوزات تعمليها. ومعلقتين زيت بس كده لميت بيهم العجينة في الاخر عشان ما تكونش بتلزق معايا. ضربتها لما اتأكدت ان هي اتجانست كويس قوي كله مع بعضه. بصوا العجينة بتبقى لينة، مش يابسة ولا ماسكة نفسها، لا طرية كده في ايدك بس ما بتلزقش. اول ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده كده يبقى تمام كده، هي مظبوطة معايا. لميتها وحطيت عليها زيت كده عشان ما تنشفش، وحطيت كيس وفوطة وسبتها لحد ما تتخمر وحجمها يزيد. هنا اهيت، بصوا بعد ما خمرت جبتها كده على الرخامة وهفردها سمك تخين، يعني هوريها لكم وانا بشتغل في الفيديو. سمك سميك جدا عشان مش عايزين الكور بتاعه الخلية تبقى رقيقة قوي. بعد كده بقى بسكينة بالقطاعة دي بتاعه العجين بدأت اقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا بقطعها مربعات على قد ما همسكها كورة واعملها. الخطوة دي بتسهل عليا، بدل ما امسك بقى قطعة قطعة وافضل اقطع بايديا، فعملتها كده على طول، واخد كل واحدة ابدأ احشيها على طول. انا حشيتها ايه دي؟ جبنة كيري. ممكن عادي جبنة مثلثات وتقطعيها، بس انا كانت عندي كمية فاخدت منها في بولة كده عادي، مش لازم خالص تبقى مربعة او مثلثة علشان نقطعوها. بدأت بقى احطها واحاول اقفلها كويس، ما بينهاش من اي جنب علشان مع الحرارة ما تسحش وتبهدل الدنيا. اقفل عليها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، باجي مكوراها وسايباها جنبي. عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. اهم حاجة انك لما تفرديها ما ترقيش العجينة قوي. بصوا العجينة سميكة في ايديا ازاي، سمكها تخين عشان لما تخمر تبقى حجمها حلو كده، ما تبقاش خفيفة خالص. اهي بصوا شايفين عاملة ازاي، وقطنية كده خالص في ايديا. اهم حاجة انك تقفلي كويس قوي علشان ما تفتحش معاكي في الحرارة بتاعة الفرن. وكمان خلية النحل او المخبوزات
لازم تاخد وقتها في التخمير، اللي هيتخمر على كذا مرحلة واللي هيتخمر مرة واحدة، كل حاجة تخمر كويس أوي. يعني أنا عملتها في الأول وخمرت وبعد كده شكلتها، جبت بايركس ودهنته كده بالسمنة أو بالزيت وبدأت حطيتهم زي ما انتوا شايفين كده. أنا كنت بحاول إن أنا أجيب الكمية كلها كده مع بعضها في الصينية. حطيتها كلها كده وهسيبها تخمر عندي لحد ما الكور برضو حجمها يزيد كده، هتلاقوها ملت الصينية اكتر من كده، مفيش الفراغات دي. بصوا الكور زادت ازاي وحجمها زاد. طيب الوش هدهنه بايه؟ ممكن ناس بتحب تدهنه صفار بيض، ممكن ناس تدهن لبن، مفيش مشكلة. ديت معلقة كده من قهوة سريعة الذوبان، دوبت عليها شوية مية ونص معلقة لبن بودرة ودهنت بيها الوش. يعني عندك اختيارات كتير في الوش، ممكن تحطي سمسم برضو. دهنتها كويس كده. الفرن كان سخن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق لحد ما سخن جامد. حطيتها في الرف اللي على الشبكة في النص، لقيتها احمرت من تحت، فتحت الشواية ثواني كده وانا قاعدة جنبها، اخدت اللون الذهبي الجميل ده. بصوا تحفة حلوة جدا وجميلة. نقلتها بس في طبق كده. ممكن تاكليها كده، بس الأحسن والأحلى إنك تعملي لها حاجة تانية عليها من فوق، زي مثلا شربات، وتتسقى شربات. هتقولي جبنة مع شربات؟ جربوها حلوة جدا. أنا ما عملتش شربات، أنا كان عندي عسل نحل حطيته واتوصي بقى، يعني زودي ما تقلقيش. يعني أنا حطيت في الأول شوية عسل، وكمان بعد ما أكلت منها زودت تاني. حلوة قوي. والعجينة سبتها بقى تهدى شوية كده، شربت من العسل كده وبقى طعمها مسكر، والجبنة من جوه كده طعمها لا حلوة. يعني انتوا لازم تجربوها بنفسكم وتشوفوا هي قد ايه حلوة وهتعجبكم. بصوا شفتوا العجينة هشة وخفيفة خالص ازاي، باين عليها. او بصوا من جوه قطنية جدا جدا وخفيفة وحلوة قوي، باين عليها قوي الهشاشة بتاعتها. بصوا الجبنة هنا كانت لسه سخنة وسايحة، بقرب لكم كده عشان تشوفوا. لا خطيرة خطيرة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم في وصفة جديدة، ويا رب تكون وصفة خفيفة ولذيذة وعجبتكم. باي باي.